المهندس نجيب ساويرس يلقي كلمة في مؤتمر مواجهة التطرف المقرر انعقاده بتونس يوم الجمعة 26 من فبراير الجاري. نادر الشرقاوي أمين شؤون المصريين الأحرار بالخارج، إفريقيا 2016 خطوة مهمة لصالح الدور المصري في القارة. نواب المصريين الأحرار يتدخلون لحل مشاكل ذوي الإعاقة. الحزب يشارك بوفد من نوابه وأعضائه في عزاء ضحية الضرب الأحمر. أحمد إدريس نائب المصريين الأحرار 50 مليون جنيها لدعم مستشفى الأقصر الدولي. مصطفى سالم نائب الحزب بطهطة يتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل حول السكة الحديد. داود سليمان نائب المصريين الأحرار بالوادي الجديد تزويد طرق المحافظة بالأكمنة والرادارات. عبد المنعم شهاب نائب الحزب بطنطا يطالب بتحويل الوحدات الصحية إلى مستشفيات تكامل. صدقي هيكل يتقدم بشكوى بسبب تضرر أهالي الخصوص من مصنع التكسير الهيدروجيني. سامي المشد حل مشكلة الصرف الصحي بقرى السادات قريبا. حاتم باشات ينظم جولة في حي الزيتون لمناقشة مشاكل الأهالي. رياض عبد الستار الموافقة على طلب إحلال وتجديد 3 محطات مياه بملاوي. النائب محمد المسعود يحل أزمة تكدس القمامة بمنطقتي درب الإبراهيمي وحارة الحضرة.